تعالوا اما احكي لكم نظرة اليابانيين لرمضان ايه وانطباعهم عنه ايه. كنت قاعدة مع واحدة يابانية والموضوع تطرق كده الى ان يعني رمضان خلاص على الابواب والحاجات دي كلها. بقول لها انتي ايه رأيك، مش عايزة تجربي تصومي ثانية واحدة؟ انتي ايه رأيك اصلا في يعني في الاجواء بتاعة رمضان؟ انطباعك عن الموضوع ايه؟ انتها بتقول لي ماهي انا مش عارفه انتوا ازاي هتصوموا في رمضان، وازاي اصلا بتقدروا تصوموا، وازاي بتشتغلوا ازاي؟ احنا دايما في نظرنا ان ده شيء قاسي وصعب جدا ومستحيل الانسان يعمله. ازاي هتقعدوا شهر من غير اكل وشرب؟ قلت لها ثانيه واحده، احنا بناكل ونشرب عادي. هي طبعا اتخضت وعملت مسكة. قلت لها ايوه، احنا بناكل ونشرب بما تشتهي النفس والبطن براحتنا، ولكن في مواعيد معينه والموضوع فيه شروط. وشرحت لها الدنيا كلها بتاعت رمضان، وان رمضان في مصر حاجه تانية، اننا عشان نحس بالفقراء مفيد للصحه، ولكن الهدف الاساسي من الصيام هو نروض نفسنا، وان ده امر من ربنا فاحنا مفروض نطيعه، واننا يعني الواحد يتحكم في نفسه ان هو يبعد عن الشهوات اللي زي دي. موضوع عجبها جدا، وطول ما انا عماله احكي طول ما هي عماله تعمل ايه سو دسني سوي دسني، في الاخر خالص قالت لي طريقه التفكير دي عجبتني وعايزه اجرب. حماسها فرحني وخضني، عشان هي لو جرالها حاجه انا اللي هشيل، انا اللي هشيل. قعدت اشرح لها برضو تاكل ايه وتفطر ايه وامتى وازاي والتفاصيل كلها. ما تقلقوش والله، ما تقلقوش، هي معايا في الشغل فانا ببقى معاها طول اليوم. انا شغاله ارغي واروح واجي وانا بتحرك كاني يومي عادي جدا، وسبحان من مديني الطاقه والقدره. والله هي كانت عامله زي الفرخه الدايخه وقاعده بتعد ساعات العمل هتخلص امتى عشان نمشي. عجبني فيها عامه يعني ان هي بجد كانت ماسكه نفسها جدا ومتحكمه في نفسها، وكانت بتحاول على قد ما تقدر تلتزم لاخر لحظه. تاني يوم بقى سالتها قلت لها ها ايه الاخبار، ايه رايك في التجربه، شعورك ايه بقى؟ هي كانت فرحانه ان هي قادره تتحكم في نفسها وقادره ان هي تعمل حاجه يعني المفروض ان هي عاديه تتعمل، ومع ذلك هي مش بتعملها علشان ده الرول. فاهمين قصدي؟ فاهمين؟ مثلا كل ما احكي او اتكلم مع حد ياباني عن اسبابنا للصيام وايه الحكمه من الموضوع والحاجات دي كلها، اول حاجه بيقولها الله طريقه التفكير دي حلوه انا عايزه اجرب. بعد ما كان بيبقوا فاكرين اننا ما بناكلش ونشرب طول الشهر وان الموضوع قاسي وصعب جدا، ممكن يبقى صعب ولكن هو في هدف من الموضوع، عشان كده صعوبته حلوة. حاجة تانية بقى كده، ساعات بقعد أسرح يعني ناس يابانيين أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم حرفيا ناقص يأسلموا، بس بالك هما لو أسلموا بقى يعني إيه.